بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بنتعرفوا على مولاي رشيد البيزنس مان أو الباترون. أكد أنك كتشوف هذا الفيديو وما حداك حتى شي مخزني، لأن هذا الشيء اللي غتسمع هو أخطر ما قام به الأمير مولاي رشيد في التبزنيز. اليوم غادي نهضروا على قصة الأمير مولاي رشيد في التبزنيز والتبرتيش والبيتكوين وتهريب الأموال والعباد، وشنو هي علاقته بالغولف والطلاق ديالو وحتى التكبر ديالو والمرض اللي فيه، وكيفاش كيحاول يبعد ولي العهد مولاي الحسن باش يطلع هو للحكم. تبعوا معنا حتى الاخر وديروا اللايك واشتركوا في القناه، حيت هذا الشيء اللي غنذكر لكم في هذه القناه ما غتلقاهش حتى في شي قناه اخرى. فرجه ممتعه. لعنه النظارات السوداء، سر المرض الفاضح الذي ياكل الجسد. عزيزي المشاهد، قبل ما نبداو بغيتك تاكد ان الباب مسدود مزيان وانك مستعد تسمع شي حوايج كيعاودهم الناس في بلايص مغلقه وبصوت خافت، حيت الموضوع ديال اليوم ماشي سياسه وماشي فلوس. الموضوع ديال اليوم هو عقاب السماء. واش عمرك سولتي راسك علاش الامير مولاي رشيد في السنوات الاخيره ولا لاصق في دوك النظارات السوداء في كل نشاط، في الليل في النهار في البرد في الشمس؟ النظاظر ما كيحيدوش من وجهه. واش كيسحاب ليك هذه موضه ولا بريستيج؟ لا يا صديقي، هذوك النظاظر هي ستار كيحاول يخبي وراها عينين ديال الموت. واش لاحظتي الشحوب؟ لاحظتي كيفاش الجسم ديالو بدا كيذوب وكينشف بحال شي شمعه محروقه؟ الامير الصامت كيعيش دابا أسوأ ايام الحياه ديالو. المصادر الطبيه من قلب المصحات السويسريه والامريكيه اللي كيمشي ليها في الخفاء كتقول باللي الدم ديال الامير كيهز اللعنه. كنهضروا على المرض اللي ما كيحملش اسمع الاسم ديالو، المرض اللي ارتبط عبر التاريخ بالخطيئه وبالعلاقات المحرمه. نعم يا صديقي، الكلمه التي ترعب القصر دابا هي السيدا ولا VIH. هذا الفيروس اللي كينخر في المناعه ديالو ببطء ماشي مجرد مرض بيولوجي، هو حكم الهي على جسد انغمس في الملذات الشاذه لسنوات طويله. جسد كان كيعتقد انه فوق البشر وانه مسموح ليه يدير اي حاجه في الجواري وفي الليالي الحمراء بلا حساب، ولكن الفاتوره جات غاليه بزاف. اليوم الامير كيحاول يغطي العينين ديالو بالمكياج وبالنظاظر الكحله، ولكن ريحه الموت بدات كتفوح. يا صديقي العزيز، هذا الامير اللي كتشوفه واقف ورا خوه في الصور الرسميه هو في الحقيقه مجرد جثه واقفه. الفيروس كياكل الجسد من الداخل، ولكن واش عرفتي شنو اللي كحل وكفس من المرض؟ هو السواد اللي كاين في قلبه. الا كان الجسد مريض فالروح ميته من شحال هذا، وهذا الموت الروحي هو اللي خلاه يتحول من امير الى وحش. في المحاور الجايه غادي نحيدوا نظاظر وغادي نهبطوا للقلب المظلم ديال هذا الرجل. غادي نعرفوا كيفاش هذا المرض كان غير النتيجه ديال سنوات من الحقد ومن الجريمه ومن تجاره الموت. وجد راسك، حيت اللي جاي غادي يخليك تشك واش هذا الشخص بشر ولا شيطان لابس كسوه ديال الامراء. قابيل وهابيل، عقده الاخ المظلوم وكراهيه الحسن الثاني التي صنعت الوحش. صديقي العزيز، باش تفهم الحاضر المريض ديال مولاي رشيد خصنا نرجعوا للجذور، نرجعوا لغرفه الولاده ديال القصر. كنهضروا هنا على صراع ابدي، صراع قابيل وهابيل المخزني. مولاي رشيد ما تولدش امير عادي، تولد بوصمه، هو الرقم 2. تولد مباشره مورا الملك محمد السادس اللي كان ولي العهد انذاك. وهذا الرقم 2 في دار المخزن هو حكم بالاعدام على الطموح، هو حكم عليك تشوف الذهب والعرش، والحكم كيمشيو لخوك وكتكتفي انت بالفتات وبالبروتوكول. لكن العقده ما كانتش غير مع الاخ، العقده كانت مع الاب اللي هو الحسن الثاني. يا صديقي، كان كيتميز بنظره حاده وكيشوف بعيد. الحسن الثاني كان كيفضل محمد السادس لانه كان كيشوف فيه الوداع اللي غادي يتسهل عليه يسيطر على النظام من بعده. اما رشيد فكان كيشوف فيه التمرد والحده، كان كيشوف فيه الخطر. الحسن الثاني بذكاء ديالو الخبيث قام بعمليه اقصاء نفسي مبكر لهذا رشيد. الروايات اللي كحله كتقول باللي الحسن الثاني كان كيتعمد تهميش رشيد قدام خوه، كان كيعطيه ادوار ثانويه، بينما محمد السادس كان كيتدرب على قياده الدوله. هذا الشيء خلق عند رشيد كراهيه صامته، ماشي غير لخوه ولكن حتى العرش اللي حرموا منه. هو كيامن باللي هو الاحق،
كيامن باللي هو الرجل القوي اللي خاصو يكون في المقدمه، ماشي الرجل الهادي اللي ولا ملك. هاد الاقصاء يا صديقي ما قتلوش، بل حولوا البركان خامد. رشيد قرر انه الى ما خداش الشرعيه ديال الحكم غادي ياخذ القوه ديالو، غادي ياخذ الفلوس والنفوذ بالطريقه ديالو، غادي يبني امبراطوريه تحتيه، عالم تحت الارض اللي غادي يكون فيه هو الملك الحقيقي، بينما اخوه كيبقى مجرد ملك للواجهه. ومن هذه النقطه تحول الامير من مجرد ابن العائله الى بارون الجريمه. وهذا هو السر وراء هذا السواد اللي كيحكم في الحياه ديالو. الحقيقه الدبلوماسيه، كيف تحول الامير الصامت الى اسكوبار شمال افريقيا. تاكد انك درتي لايك والاشتراك في القناه. يا صديقي العزيز، ركز معايا مزيان في هذا الشيء اللي غادي نقول لك دابا، حيت هذا الشيء كيشرح لك اللغز اللي محير البوليس الدولي اللي هو الانتربول لسنوات. كيفاش كيمكن الاطنان من الحشيش ومن الغبار الابيض، اي التنفيحه البيضاء، تخرج من المغرب وتدخل لاوروبا والامريكا بلا ما تشدها لا ديوانه ولا سكانير ولا كلاب مدربه. واش كيسحب لك هذه شطاره ديال المهربين الصغار؟ لا، الجواب كاين في كلمه واحده سحريه اللي هي الحصانه. مولاي رشيد الامير اللي كيبان لك ديما ساكت، ديما مسقله مصمكه على بنادم، هو في الحقيقه مالك اخطر خط جوي وبري للتهريب في المنطقه. هو استغل الصفه ديالو كامير باش يحول الطائرات الخاصه ديالو والسيارات الدبلوماسيه الفخمه ذات الزجاج الاسود لناقلات بضائع محرمه. يا صديقي، شكون هو الشرطي او الجدرمي او الديواني اللي يقدر يجرأ يقول السياره فيها الرايه الملكيه وشعار القصر حبس بغيت نفتشك؟ مستحيل. وهذه الاستحاله هي اللي كيبيعها رشيد للبارونات الكبار. التقارير السوداء كتقول باللي هو ولا العراب ولا ذا جاد فاذر، هو اللي كيوفر المظله الذهبيه. المخدرات الصلبه كتجي من امريكا اللاتينيه، كتحط في المطارات العسكريه والخاصه في المغرب، ومن ثم كتركب في حقائب دبلوماسيه ديال الامير اللي مسافر لباريس او مربيه للاستجمام. وهكا كتوصل السلعه لقلب اوروبا نقيه ومحميه بالقانون الدولي. رشيد ما بقاش غير امير، ولا هو اسكوبار برتبه ملكيه. حول القصر لمركز لوجيستيك للمافيا. والاخطر من هذا الشيء هو انه ما كيديرش هذا الشيء غير على ود الفلوس، حيت هو اصلا عنده الفلوس. هو كيدير هذا الشيء كانتقام، كينشر السموم في الشعب المغربي اللي ما بغاش، وكينشر الفساد في الدوله اللي همشاتو. هو كيبني دوله الظل ديالو فين هو الحاكم الامر الناهي، في القانون كيركع تحت رجليه. ولكن واش غير المخدرات؟ لا يا صديقي، الشهيه ديال الوحش ما كتوقفش هنا. في المحور الجاي غادي نعرفوا شنو كيدير في كنز الصحراء، الذهب، مناجم الدم، قصه اطنان الذهب التي تخرج من الصحراء لتذوب في سويسرا. يا صديقي العزيز، إذا كانت المخدرات هي التجارة القادرة اللي كتجيب السيولة السريعة، فالذهب هو التأمين الأبدي. ومولاي رشيد بذكاء الشيطان فهم باللي الورق اللي هما الفلوس يقدروا يتحرقوا ويقدر يفقد القيمة ديالهم على الانفلاسيون، ولكن المعدن الأصفر كيبقى هو سيد العالم. واش في خباركم باللي الصحراء الغربية والمنطقة الشرقية ماشي غير رمال وحجر؟ من تحت ديك الأرض كاين عروق ديال الذهب كتشعل. الدولة كتقول لنا الإنتاج ضعيف، ولكن الحقيقة اللي كيعرفوها الجيولوجيين هي أنه كاين مناجم سرية، مناجم ما كايناش في الخريطة الرسمية وما تبعاش لوزارة الطاقة والمعادن، تبع لشخص واحد، الأمير الشبح. يا صديقي العزيز، في ظلام الليل الشاحنات العملاقة كتهز التراب الغالي من حفر الموت في الجنوب، كيمشي لورشات سرية لتذويب محمية بالجيش. ثم الذهب كيتحول لسبائك صامتة بلا طابع، بلا رقم تسلسلي وبلا هوية. علاش؟ باش ما يقدر حتى واحد يتبع الاثار ديالها. ومن بعد هنا كترجع الطائرات الخاصه للخدمه. هاد السبائك كطير مباشره لسويسرا ودبي، كتدخل الخزانات الحديديه تحت الارض باسماء شركات وهميه ولا اوفشور. كنهضروا على اطنان يا صديقي، ثروه الشعب كامل كتسرق جرام بجرام وكتحول لارقام فلكيه في حسابات الامير. هذا الذهب كنسميوه ذهب الدم، حيت العمال اللي كيحفروا كيموتوا بالسيليكوز وبالانهيارات، وعائلاتهم ما كتلقى حتى ما تاكل، بينما مولشي كيراكم الثروه باش يضمن مستقبل خارج المغرب الى تحت الدوله. رشيد كيتعامل مع المغرب ماشي كوطن، كيتعامل معاه كمنجم خاصو يحلبو حتى لاخر قطره قبل ما يهرب. هو كيوجد اليوم الخروج الكبير، والذهب هو تذكره النجاه ديالو. ولكن واش المال ديال الحرام كيحميه من اللعنه؟
في المحور الجاي غادي نشوفوا باللي هاد الفلوس كامله ما قدراتش تشري ليه اهم حاجه اللي هي راحة البال، واهم بكثير هي الرجوله. اللايكات ديالكم الاخوان. صفقات العشب الاخضر، ملاعب الجولف التي تحولت لغرف عمليات المافيا. يا صديقي العزيز، فاش كتكون امير ومافيا في نفس الوقت خصك ضروري واحد الغطاء انيق، خاص شي حاجه اللي تلبسها وجه المجتمع الراقي، وجه الرياضه النبيله، باش حتى واحد ما يشك. وبالنسبه لمولاي رشيد هذا الغطاء كان هو رياضه الجولف. واش كيسحاب ليك باللي الامير كيهز العصا وكيضرب الكره حيت باغي يستمتع بالطبيعه؟ لا يا صديقي المغفل. ملاعب الجولف اللي كتنتشر في المغرب ماشي كلها ديال الترفيه. بالنسبه لرشيد هاد الملاعب هي غرفه عمليات ولا دي سال دوبيراسيون، هي مكاتب كيتم فيها تبييض الفلوس ديال الحرام وعقد صفقات كبرى تحت الشجر الاخضر. تخيل معايا المشهد المرعب، الامير لابس احسن ماركات لاهي مع الكره ديالو، وفي جنبه بارون معروف مثلا في اسبانيا ولا مافيوزي جاي من ايطاليا، كيتفاهموا على نقل شحنه ديال الكوكا وعلى تذويب ديال الذهب وعلى تهريب ديال البشر، وكل شيء كيبان عادي مجرد لعبه رياضيه. وهذا الشيء هو الجحيم. الاستثمار في منتجعات الجولف الفاخره هو افضل طريقه لغسل الاموال، بلانشيمون دارجون ديال المخدرات والذهب. الفلوس اللي كتدخل من التذاكر والاشتراكات والفيلات الفخمه اللي كتبنى في الجنب، هادشي كامل نقي وشرعي، ولكن الاصل ديالو دم وسم. يا صديقي العزيز، القصور ديال رشيد ودوك الاماكن ديال الترفيه ما بقاتش اماكن سكن، ولات بنوك متنقله ومراكز قياده للمافيا. ورياضه الجولف اللي كان خصها تكون رمز للرقي ولات بالنسبه للمغرب هي رمز الفساد المتخفي. الامير ما كيهمش شحال ربح من نقطه، كيهمو شحال ربح من ملف قدر في ديك الجوله. ولكن هذا اللعب الخايب في ارض محرمه غادي يرجع عليه بومزوي كما كنقولوا، وغادي يوصلوا للعالم الاكثر دمويه اللي هو الجسد. سوق النخاس الجديد، قصص مرعبة من داخل حضن الجواري واللحم الأبيض. عزيزي المشاهد، بعد ما شفنا كيفاش تحول الأمير لتاجر موت في المخدرات والذهب، خصنا نهبطوا لدابا للقاع، الجحيم الرغبات اللي كانت كتحكم هذا الراجل. حيث الإدمان على السلطة والفلوس كيمشي ديما مع الإدمان على الجسد، خصوصا فاش كتعتقد أنك فوق القانون وفوق أهم شيء فوق الأخلاق. مولاي رشيد ما كانش كيبغي الحب العادي، كان كيبغي السيطرة والقوة على الآخر، وهذا الشيء هو اللي خلاه يبني شبكة واسعة ديال الاتجار في البشر الراقية، ماشي في السوق ولكن في قاعات VIP ديال القصور والأماكن السرية ديالو. القصص اللي كتجي من الخدم والأمن الخاص مرعبة لدرجة الجنون. كنهضروا على ليالي ما كتشبه لشي حاجة في قصص الأساطير، شبكات كتجيب اللحم الأبيض ولا دي فام بلانش من دول أوروبية فقيرة ومن شرق أوروبا وحتى من جنوب أمريكا، كيجيو تحت غطاء مودلز أو فنانات، ولكن في الحقيقة كيكونوا جواري جداد مخصصين لمزاج الامير. يا صديقي، هاد البنات كيتحولوا لسلعه كيهديها رشيد للضيوف ديالو من رجال الاعمال والسياسيين الكبار باش يسهل الصفقات. هو كيستخدم الجنس كرشوه وقوه ابتزاز ولا كيدير البريسيون، حيت كل شيء كيتسجل، كل شيء كيتصور، باش الا شي واحد حاول يغدر به يكون عنده السلاح باش يسكتو للابد. وهاد العظمه الزائفه وداك التكبر المريض اللي خلاه يحتقر الاجساد هو اللي رجع عليه بومزوي كما كنقولوا. هاد الانغماس المفرط في الاجساد المريضه هو اللي جاب ليه اللعنه الدمويه اللي ذكرناها فين في المحور الاول. المرض ما جاش من فراغ، جا من دوك الذنوب اللي تراكمات فوق الجسد ديالو. والاخطر هو انه هو كان كيعرف باللي داك الشيء كيدمر الحياه ديالو وحياه العائله ديالو، ولكنه ما قدرش يوقف، حيث الوحش اللي كان فيه تغذى على الرغبات المريضه حتى تحول لسيد الموقف. هروب الاميره، ليلة الرعب التي كشفت وجه السادية خلف أسوار القصر. صديقي العزيز، واش عقلتي على نهار العرس، نهار تزوج مولاي رشيد بلا كلثوم ولا أم كلثوم؟ العالم كامل شاف الصور وشاف الابتسامات وقال وأخيرا الأمير لقى الاستقرار. ولكن يا صديقي، الصور عمرها ما كتقول الحقيقة. الحقيقة كانت أن هذه السيدة المسكينة بنت العائلة الشريفة ما دخلاتش للقفص ذهبي، وإنما دخلات للبيت الرعب. الأميرة أم كلثوم اكتشفت في شهور قليلة أنها ما مزوجاش بأمير، بل مزوجة باش بسايكوباتي، رجل مريض بالكبرياء ومريض بالجسد. الصدمة الكبرى كانت فاش عرفت باللي السر القاتل، فاش عرفت باللي الزوج ديالها كيحمل فيروس الموت السيدة في الدم ديالو، وباللي حياتها وحياة ولادها مهددة بالخطر في كل دقيقة
كدوزها معاه. المصادر اللي هربت من جحيم القصر كتعاود على ليالي سوداء، ليالي كان فيها الصراخ كيتسمع من الجناح الملكي. رشيد بسبب المخدرات وبسبب المرض اللي خلاه عصبي وعدواني كان كيتحول لوحش كاسر. الاهانه، الضرب والتهديد كان كيعاملها بحال شي جاريه، بحال شي بهيمه من دوك الجواري اللي كيشريهم، ماشي كزوجه او ام لابناء ديالو. الطلاق ديالهم يا صديق ما كانش اتفاق ودي، كان عمليه هروب بحال شي فيلم ديال هوليود. الاميره هزات ولادها وهربات بالجلد ديالها واستنجدات بالمخزن باش يحميها من راجلها. المخزن هو اللي عارف رشيد مزيان وعارف الوسخ اللي فيه. تدخل باش يطفي العافيه قبل ما توصل الصحافه العالميه، اعطاها الامان وفرض على رشيد الطلاق الصامت مقابل السكوت. هذا الطلاق يا صديقي هو اللي طيح آخر ورقة توت على عورة مولاي رشيد. بين للعالم باللي هذا الراجل فاشل في كل شيء، فاشل كأخ، فاشل كسياسي، وفاشل حتى كأب وكزوج. وباللي الوحشية اللي فيه ما خلات حتى واحد يقدر يعيش معاه. دابا هو عايش بوحده في الإقامات ديالو الكبيرة، وداك العالم المظلم كيجتر الحقد ديالو وكينتظر النهاية. ولكن قبل النهاية جنون العظمة ديالو غيوصل للذروة، وهذا الشيء اللي غنشوفوه في المحور الجاي. فرعون يمشي على الأرض، التكبر، احتقار العبيد، وجنون العظمة القاتل. يا صديقي العزيز، كاين الناس اللي فيهم التكبر كطبع خايب، وكاين الناس اللي التكبر عندهم مرض عقلي. ومولاي رشيد فات هذه المرحلة ديال المرض ودخل في مرحلة الألوهية الأرضية. واش عمرك شفتي كيفاش كيتعامل مع الناس اللي خدامين من تحت ديالو، وحتى مع المسؤولين الكبار في الدولة؟ هو ما كيشوفش فيهم كبشر عندهم كرامة، هو كيشوف فيهم مجرد آتات أو حشرات أو حيوانات خلقات باش تخدمه. القاعدة الأولى في قانون رشيد هي ممنوع تهز فيها عينيك. الخدم والحرس وحتى الضيوف خصهم يكونوا محنيين وعينهم في الأرض. أي واحد كيتجرأ يشوف فيه شوفة مباشرة كيعتبرها الأمير تحدي وقلة احترام، والعقاب كيكون قاسي ومهين، كيوصل للضرب، الطرد، أو حتى الاختفاء في ظروف غامضة. يا صديقي العزيز، هذا السلوك ماشي طبيعي. علماء النفس كيسميوه عقدة التعويض، حيث هو فاش يكون ملك على المغرب كامل قرر يخلق مملكة صغيرة ومغلقة، يعني القصور والإقامات الفخمة ديالو، فين كيمارس فيها سلطة مطلقة ووحشية. تما هو الفرعون اللي كلمته ما كطيحش الأرض، واللي الناس كترك عليه ركوع تام. الرعب اللي كاين في المحيط ديالو خيالي. الناس كتخاف من المزاج المتقلب ديالو أكثر مما كتخاف من الموت. ممكن يكون ضحك معك دابا وفي ثانية وحدة يقدر يخلي ضربك ويأمر بالعفط عليه. هاد السادية وهاد التلذذ بإدلال الناس كتعطيه واحد النشوة مريضة، كتحسو باللي هو قوي وباللي هو المسيطر، ولكن في الحقيقة هاد الشيء غير قناع كيغطي به واحد الضعف داخلي رهيب، واحد الخوف عميق من الوحدة. اليوم هو عايش وسط جيش من الخدم والعبيد، ولكن هو وحيد، ما عندوش صديق، ما عندوش حبيب، ما عندوش شي حد اللي يقدر يقول ليه راك غلط. وهاد العزلة هي اللي زاد كبرات جنون العظمة في دماغه، لدرجة أنه ولا كيعتقد أنه فوق المحاسبة وفوق الأرض وفوق البشر. ولكن السقوط من هاد العلو كيكون ديما قاتل. المؤامرة الصامتة، خطة تسميم العهد الجديد واغتيال حلم مولاي الحسن. عزيزي المشاهد، إلا كان الفساد المالي والأخلاقي جرائم، فهاد الشيء اللي غنقول لك دابا هو الخيانة العظمى. واش كيسحاب لك باللي مولاي رشيد قبل بالأمر الواقع؟ واش كيسحاب لك باللي هو مستعد يحني راسو يبوس يد ولد خوه اللي هو مولاي الحسن نهار يجلس فوق العرش؟ لا، ألف لا. هذيك غتكون هي الإهانة النهائية اللي ما يقدرش يتحملها كبرياؤه المريض. في الدهاليز المظلمة ديال القصر كتدور دابا حرب باردة شرسة، حرب بلا رصاص، ولكن الضحايا ديالها كيتمحاو من الوجود. رشيد أو الأمير الملعون عارف باللي الوقت ديال خوه الملك محدود بسبب المرض، وعارف باللي ساعة الصفر قربات، وداك الشيء علاش هو خدام ليل ونهار باش يلغم الطريق قدام ولي العهد. المعلومات الخطيرة كتقول باللي رشيد كيجمع الحرس القديم، جنرالات الفساد وبارونات الدولة العميقة اللي خايفين من العهد الجديد. هو كيبيع لهم فكرة وحدة مرعبة، إلا حكم هذا الدري اللي هو مولاي الحسن غادي يطحنكم كاملين، وغادي يجيب جيل جديد، وغادي تمشيو للحبس. بهذه الطريقة هو كيبني جيش الظل، تحالف ديال الخائفين والفاسدين اللي الولاء ديالهم ماشي للعرش ولكن المصالح ديالهم الشخصية. الخطة الشيطانية هي خلق فوضى. نهار يموت الملك، فراغ دستوري، إشاعات، تحركات مريبة في الجيش، الهدف
فرض مولاي رشيد كوصي عرش بقوة الأمر الواقع، بدعوى أن ولي العهد باقي صغير وما عندوش تجربة، هو باغي يحكم من وراء الستار، باغي يحول مولاي الحسن لدمية في يديه، أو في أسوأ السيناريوهات يزيحوا من الطريق بصفه نهائيه. وهاد خونا ما كرهش يصفيها ليه، وراه كيدير ليه مواد في الماكله ديالو باش يولي زماحي. يا صديقي، هذه ماشي مجرد منافسه عم وابن اخيه، هذه معركه وجوديه بين المغرب القديم، مغرب المافيا والريع اللي كيمثلوا رشيد، وبين المجهول اللي كيمثلوا ولي العهد. رشيد كيوجد الخنجر باش يطعن الحلم في ظهره قبل ما يوقف على رجليه، ولكن واش الاقدار كتسمح ليه، ولا اللعنه اللي في الجسد ديالو غتكون اسرع من المؤامره ديالو؟ الجواب كاين في المحور الاخير. ما تنساوش ديروا اللايك الاخوان. الا وصلتي حتى لهنا فراك ذكي ومنصت جيد، باغي تفهم اللعبه كيفاش دايره، لذلك انصحك دير الاشتراك في القناه الا مازال ما درتيها. والا بغيتي تهرب من مملكه محمد السادس، درت لك فيديو خاص فيه فيزا الزواج من اجنبيه، نكملوا القصه ديالنا. الرقصه الاخيره، هل نحن أمام نهاية سلالة أم سقوط طاغية وحيد؟ يا صديقي العزيز، لكل بداية نهاية، واليوم كتاب الأمير أو الأمير الظلام كيوصل الصفحة الأخيرة، الصفحة اللي ما كيكتبهاش بمداد الذهب، ولكن كيكتبها الموت بحبر بارد ولا رجعة فيه. واش كيسحاب ليك بلي مولاي رشيد غادي ينتصر؟ واش كيسحاب ليك بلي الشر كيدوم؟ لا يا صديقي، التاريخ هو ذاك القاضي القاسي اللي ما كيرحمش، كيقول لنا باللي الطغاة ديما كيساليو في مزبله النسيان، ورشيد بكل جبروت ديالو، بكل مراهير اللي هرب، وبكل مؤامرات اللي دار، كيبقى في الاخير مجرد انسان ضعيف قدام القدر. هو دابا كيرقص الرقصه الاخيره فوق حافه البركان، كيجري ضد الوقت، باغي يخطف السلطه قبل ما يخطفوا القبر، ولكن الجسد ديالو خانو. الفيروس اللي كيجري في العروق ديالو اسرع من اي مخطط سياسي، هو باغي التاج ولكن الموت باغي الروح. يا صديقي العزيز، الصوره النهائيه مرعبه وحزينه في نفس الوقت. تخيل معايا رجل كيملك كنوز الارض ولكن ما كيقدرش يشري دقيقه حياه اضافيه، كيملك قصور ولكن ما كيقدرش يشري نومه هانيه بلا كوابيس، كيملك جيش من الخدم ولكن غيموت بوحدو في غرفه بارده، ما جنبو لا زوجه لا تبكي عليه، لا ولدي يشد في يديه، لا شعب يطرحن عليه، جنبو غير الذهب البارد والملفات السوداء. الارث اللي غيخليه رشيد موراه ماشي انجازات وماشي محبه، الارث ديالو هو عار غادي يلحق السميه ديالو الى الابد، هو الدرس اللي غيقراوه الاجيال الجايه. هنا رقد الامير اللي بغى يملك كل شيء خسر راسو. مولاي الحسن غادي يشد الطريق والمغرب غادي يستمر نحو المجهول، اما رشيد فغيبقى مجرد فصل مظلم في تاريخ العائله، شبح داز وخلى من موراه غير الخراب. يا صديقي العزيز، القصه سالت هنا ولكن الاسئله كتبقى معلقه. شكون غادي يكون الشيطان الجاي اللي غيطلع من الرماد؟ وهل العرش اللي تبنى على الجماجم يقدر يصمد؟ الجواب مخبي في بطن الغيب وحتى ينكشف الغطاء. تصبحون على بصيرة ودمتم سالمين من شرور أمراء الظلام. ألقاكم في قصة الأمير المطرود، الأمير مولاي هشام. ما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشاركوا هذه القصة مع الأصدقاء ديالكم. والسلام عليكم، وكنبغيكم كاملين. تحياتي لكم أيها الأحرار.